نصايح عند البحث عن المعلومات. زي ما فهمنا من الفيديو اللي فات ان مش سهل نعرف كل حاجة، لاننا متحددين بامكانيات في الوقت والمجهود والمصادر. وطلعنا بانك وانت بتدور على المعلومة لازم تدور بمزاج وتوزن تكلفة الحصول عليها مقابل الفايدة اللي هتعود عليك منها. طب ازاي نقلل تكلفة الحصول على المعلومات؟ لو خدت من وقتك شوية مجهود عشان تنظم طريقة البحث بتاعتك هتوفر على نفسك وقت ومجهود كتير. اسهل بكتير انك تسأل صاحب المكتبة عن كتاب معين بدل ما تقعد ساعة تدور في كل الارفف. وبرضو اسهل انك تسأل حد يكون دور على اللي انت بتدور عليه قبل كده بدل ما تبتدي انت من الصفر. يا اخي حتى ده انت لما تيجي تشتري موبايل بتروح لحد اشترى الموبايل ده قبل كده وتاخد خبرته في الموضوع. التحدي التاني اللي هتقابله في رحلة البحث عن المعلومات هو صعوبة التنبؤ بالمستقبل، لان محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل بكرة. المستقبل في الاقتصاد محفوف بالمخاطر والمجهول. ممكن تجيب ايس كريم وتلاقي نفسك كسبت واحد كمان هدية، او ممكن تصحى الصبح تلاقي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية استفتحوا بحرب نووية هتقضي على الحياة على كوكب الارض. ممكن اي حاجة تحصل في اي وقت، لكن احتمالية انك تكسب في الايس كريم اكبر من احتمالية ان الحرب النووية تقوم. واحدة شيء عادي بتحصل كل يوم، واحدة تانية شيء خطير وغير متوقع. حتى لو العلماء في اي مجال بيبنوا توقعاتهم على قوانين وقواعد علمية، لكن محدش بيبقى متأكد 100%. زي نشرة الطقس، ساعات تصيب والدنيا تمطر زي ما الراجل قال، وساعات تخرج بالبلطو يا عم تلاقي الدنيا زي الفل. وكفاءتنا في الاقتصاد محدودة لان معلوماتنا نفسها محدودة، وكل ما تتوفر لنا معلومات اكتر كل ما اقتصادنا يتحسن اكتر. لكن مش كل المعلومات سهلة تعرفها. لو نطيت في المية انت عارف انك هتتبل والموبايل اللي في جيبك هيبوظ. لو طلعت من المية عندك برد ممكن يكون بسبب المية، وممكن يكون لانك سلمت على واحد صاحبك عنده برد. مفيش حاجة اكيدة، وعشان كده الاقتصاد مش بسيط. ما تقدرش تعرف ايه اللي بيحصل دلوقتي بالظبط، هتعرف ايه اللي هيحصل بكرة. لازم تاخد بالك من حاجة مهمة، المعلومة سلعة ليها مصدرها. المصادر دي ساعات ما بتبقاش حيادية وبتبين جانب واحد بس من الحقيقة. ممكن الناس اللي متحكمة في الاقتصاد من السلطة الأولى أو التانية اللي هي الحكومة والشركات يتحكموا في المعلومات المعروضة بشكل يخدم مصالحهم. كمان أنا لو هستفيد من معرفة الناس بمعلومة معينة هبذل مجهود إنها توصل لهم بسهولة. لو أنا صاحب قناة ومصنع أجهزة كهربائية في نفس الوقت مش هعمل إعلانات مباشرة عن الأجهزة بتاعتي، بس ممكن أعمل برنامج طبخ على القناة بتاعتي بستخدم فيها بوتاجاز وتلفزيون وخلاط إنتاج المصنع بتاعي. ويا جماله يا جماله، أنت كعضو في السلطة الثالثة وتحكمك في الموارد محدود. محتاج تفكر في أي معلومة مصدرها وهدفها إيه، بالذات لو جاية من طرف السلطة الأولى أو التانية. خلال الفيديوهات اللي جاية هنتعمق أكتر في موضوع المعلومات ورد فعل الناس تجاه اقتصادنا العايم في المجهول، ونعرف ازاي نتعامل مع العالم ده. في الفيديو اللي جاي هنتعرف سوا على طبيعة النظام الاقتصادي الحديث.